السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله يا حبايبي هنعمل وصفة حلوة جدا. هعمل لكم المقلوبة بطريقة جديدة جميلة جدا. إما تعملوها بلحوم أو بفراخ أو من غير بالفول بس. الفول الأخضر فول الشتاء، وما يحلى إلا عمايل الفول الأخضر الحراتي في الشتاء. المقلوبة من الأكلات الشامية الطعمة الجميلة اللي الناس كلها بتحبها، حاجة فاخر من الآخر. ايه رأيكم؟ تحفة، والطعم كمان جنان. يا ريت تجربوها وتقولولي ايه رأيكم فيه. وكمان انزلي اعملي لي لايك يا ست الكل، انت وهي. اعتبروها صدقة جارية، اعتبروها جبر خاطر، ربنا يجبر خواطرنا كلنا. يلا بقى انزلوا اعملوا لي لايك، وما تنسوش شير وكومنت حلو منكم، وتجربوا الوصفة. ويلا على الفيديو. حبايبي بقى النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل مقلوبة الفول. مقلوبة الفول دي اكله تحفه تحفه تحفه، هي اكله شاميه اصلا. طبعا الفول الاخضر دلوقتي مال الاسواق. فانا جبت اهو كيلو فول، وهنعمل هعمل بنص كيلو لحمه، وممكن انت تعملي بربع كيلو كمان لحمه بس، وممكن تعملي بفراخ. تمام. الفول بقى الحراتي اهو انا جبته. الفوله اللي هي زي دي كده الرفيعه، اللي هي الطريه اللي تيجي تقطعيها كده تتقطع معاكي كده بسهوله، دي هنخليها كده بحالها وهنقصقصها بالمقص. اما الفوله اللي هي زي دي كده جامده كده وكبيره، هنفصصها اهو ونطلع، هناخد الفول بتاعها اللي جوه ده، اللي هو الفول اللي بنقول عليه محصلم. تمام. طبعا بعد ما هعمل انا بقى كل كميه الفول اللي انا جايباها دي وارجع لكم تاني. طبعا اهو انا زودت كميه الفول شويه. طبعا انت بتقطعي الفول زي ما بنقطع كده الفاصوليا الخضراء كده اهو. الفول اهو حبيبي، طبعا انا خلصته وقطعته. طبعا انا غسلاه من قبل ما اشتغل فيه، اغسليه الاول عشان ما تغسلوش بعد ما تقطعيه. هركنه بقى وهنروح نعمل اللحمه، نحمر اللحمه على البوتاجاز. طبعا حبايبي ده الطاجن اللي انا هعمل فيه. طبعا انا سخنته بقالي شويه، بحط كده صاجه تحته وبسخنه كده ما يجرالوش حاجه، وتقدري تطبخي فيه وتعملي فيه كل حاجه عادي. هحط قطعه سمنه كده بلدي وشويه زيت. طبعا نكهه الاكل في الطواجن الفخار دي بتبقى تحفه. وده نص كيلو لحمه اهو. اول ما السمنه والزيت يسخنوا قوي هبتدي انزل باللحمه احمرها. طبعا انا مقطعاها يعني مش تخينه، علشان ايه؟ تستوي مع المقلوبه زي الاسكالوب كده. ننزل بقى اهو باللحمه بتاعتي كده. رش عليه حبه ملح، حبه فلفل اسمر كده. طبعا بقى كل الحلويات طبعا انا قلبتها على الناحيه الثانيه، رشيت برده شويه فلفل اسمر صغيرين، وكل بقى الحلويات اللي نزلت دي والسمنه البلدي اللي نزلت من اللحمه ايه، هنشيل بقى اللحمه. هنستخدمها طبعا. هنشيل اللحمه بتاعتنا كده، هي لسه مستويتش طبعا، بس هنشيلها وعشان هتستوي بقى مع الفول في نفس السمنه اهي بتاعت اللحمه اللي نزلت دي. بصلايه اهي هنفضيها بقى كده. يا لهوي على الريحه، ريحه تحفه. وهنقلي بقى البصله في الحلويات دي. بعد ما البصله كده بقت تمام وريحتها طلعت وبقت جميله، هننزل بقى بالفول. نحط كده ورقتين لورا، حبتين كده حبهان، معلقه فلفل اسمر، هنقلب بقى كل التوابل دي مع بعضها كده مع الفول. وهغطي عليه واسيبه بقى يتقلي شويه مع البصل. بعد ما الفول اهو بص اتقلى اهو مع البصله الجميل،
هعمل ايه بقى؟ ده كرفس. انا بجيبه اللي هو البلدي، باخد العيدان وبشيل الورق لما احتاجه. هنحط كده شويه كرفس، هحط كمان كده نص معلقه كمون، ونص معلقه سبع بهارات، ومعلقه كبيره كده كزبره. هقلب التوابل بقى بتاعتي دي كلها كده. هحط بقى اللحمه بتاعتي اهي، ودي ميه سخنه. هحط بس ايه شويه صغيرين بتاع كوبايه كده. هغطي عليه وهسيبه بتاع لما يشرب كوبايه الميه دي تكون اللحمه بقت خلاص نص سوا. نحط الرز بتاعنا. طبعا كده حبايبي تمام. انا كنت طبعا اخدت اللحمه وحمرتها شويه في حته سمنه، شويه ملح، وهحط تاني احط شويه ملح تاني مع الرز. هجيب بقى الفول كده على جنب. احاول ان انا ارص اللحمه بقى اهو كده. لان طبعا بعد ما نحط الرز مش هنقدر نقلب خالص. طبعا مطرح ما حمرت اللحمه هنا احط بقى ميه بتغلي عشان ازود على الرز. دي حبايبي بودره زعفران، انا هحط على الميه اللي هزود فيها الرز علشان طبعا ايه لما نحط الرز مش هنقدر نقلبه خالص. الزبوب بتاعي هنزل بيه بقى طبعا مغسول ومتصفي. هنزل بقى بالميه طبعا حبايبي كده خلاص حطينا الميه. هحط بقى الملح بتاع الرز، ولكل كوبايه رز كوبايه ميه، وهغطي عليه واسيبه يتردد. خلصنا الطاجن بقى حبايبي كده هنجيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، بصوا بصوا تحفه. نحاول بقى نقلبه كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. الله الله. بصوا بقى الجمال، بصوا تحفة. ندوق بقى ندوق. طبعا دول ايه شوية كزبرة خضراء رشوا كده. تحفة. بصوا ندوق بقى.
طعمها جميل يا جماعه. اهم حاجه تجيبي لحمه تستوي بسرعه، يا ضاني يا لحمه صغيره. جميله. يا ريت تجربوا وصفه المقلوبه، هتعجبكم قوي. ويا ريت اللي لسه في الفيديو معايا ما ينساش ينزل يعمل لي لايك وما يبخلش عليا بلايك وتعليق، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات طمطومه. مع السلامه.